هلا يا ماما، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ هعطيكي طبخة تطبخيها ب3 دقايق وسريعة وتخلصيها وتتغدي بعد نص ساعة. قبل ما تدخلي من عملك وتخلصي تلاقي انه طبختك استوت. اول شيء عشان تسوي رائحة للمكرونة حقتك الحمرة تحطي فص ثوم مطقوق ورشة زيت. رشة زيت يعني بالعنية رشة زيت، زي ما أنا هاد عندي بخاخ أبخ. وأقطع فلفل رومي عندي، أقطعها مربعات، أقطعها طويلة على حسب الرغبة. وبعدين أحط البصلة. وأنا ما أقولك على الرائحة الزكية اللي أول ما حطيتيها خلاص صارت رائحتها مرة حلوة. وهذه ب3 دقايق مو أكتر. هذه المكرونة أي نوع مكرونة عندك على حسب الكمية. حطيت أول شيء أسوي المفرومة وأحط المكرونة بموية وملح ونقطة زيت أخليها تنسلق. المفرومة تتطقطق مع البصلة مع الفلفل الرومي مع فص الثوم. فص الثوم هو اللي حيحافظ لك عليه، كل ما حميتيه حيفضل رائحة المكرونة حلوة. شوفي كيف دائما أنا أراعي إنه الموية اللحمة تنزل وتشربها. احط رشة الملح، رشة فلفل اسود، طلي واقلبها لحد ما هي تنشف. دائما اراعي انها تنشف اللحمة. لو ما نشفت وحطيتي عليها المرقة تلاقيها تحسي في رائحة زفارة، وانا هذا الشيء اللي ما ابغاه ليكي ولا انك انتي. شوفي حطيت ملعقة ونص صلصة لان الكمية نص باكت، أنا مسوية نص باكت فقط مكرونة، يعني عبارة عن كاسة ونص مكرونة تنسلق. شوفي حطيت ملعقة ونص على دايما الصلصة أحط عليها رشة الملح لأنها تكون فيها حموضة، وأرش عليها رشة فلفل أسود وأقلبها لحد ما خلاص أحسها شربت مويتها. أقلبها مع اللحمة. شوفي كيف طلي. عندك طماطم مفرومة حطي، عندك ده حطي. خلاص غلقت، أخذت معاكي دقيقة واحدة. انت نارك دايما أول ما تشتغلي في التقليب اشتغلي فيه حار. شوفي المكرونة انسلقت، هذه كاسة ونص مكرونة. بعد ما انسلقت ما أكب ولا أغسل المكرونة، مويتها هذه اللي بدأت تجفت عليها الكاسة والنص المكرونة حطيت عليها كاسة ونص موية أو أقل. شربتها هي المكرونة كده وفتحت. صبيت المكرونة بمويتها على الخلطة اللي أنا مسويتها قدامك. شوفي بالهناء والعافية تغدي. تكون كده انت تحسيها شوية لينة عبال ما رحتي وحضرتي. اهي ممكن عندك بقدونس زينتيها، عندك شي زينتيها وبالعافية. وجبنة